السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم. تحيه كبيره من عند خوكم الداح مانوس. الوصفه تاع اليوم راها مطلوبه بزاف، هايله خفيفه وظريفه والبنه مضمونه مع خوكم الداح مانوس. شخشوخه جزائريه تقليديه والبنه ما عندي ما نقول لك. بالنسبه للاوراق راح شريناهم من عند الجاره ان شاء الله ربي يوفقها. ولاصوص من عند خوكم الداح مانوس. شوفوا لي لاصوص تاع الشخشوخه كيفاش تجي، يعني ثقيله وعاقده. والبنه ما عندي ما نقول تاعنا اللي راح يكون مجمر في التتبيله وطايب حتى للقلب. شوفوا لي كيفاش يجي ما شاء الله. مع هذيك الشخشوخه قلنا الفتات تاع اليوم بزاف. هاي الجاره هذه يقولوا لها ربي يوفقك. انتم المتتبعين كامل يديروا لنا لي جام وفرجه ممتعه للجامع. بسم الله على بركه الله. كما راكم تشوفوا الحباب هنا اول حاجه نجو نطلعوا لاصوص تاعنا. تبعوا معايا مليح خاصه المبتدئين. قلنا لاصوص تاعنا تاع الشخشوخه راح نديروها باللحم. نتوما تقدروا ديروها بالدجاج عادي في بلادي ولكم الاختيار. تقدروا تميلونجيو طرف دجاج طرف باللحم، هذيك راح تبقى عليكم. هنا عندنا زوج طرف تاع اللحم تاع الغنمي كما راكم تشوفوا فيهم الشحمه، يعني راح يطلقوا لنا ليدام ما شاء الله. عندنا زوج ليسان تاع الحار. اول حاجه في الشخشوخه باش تندر بصله وطوماطيش. البصله عندنا حبه كبيره تاع البصل بعد ما نقاشيها مليح نديروا معاها حوالي فص تاع الثوم كبير هاوليك الحباب. وعندنا هنا زوج حبيبات طوماطيش كيف نميكسيوهم بيا. كمية تحميصة خفيفة ظريفة. أهم حاجة التوابل. دوكا في التوابل كاين اختلافات. اليوم واش راح نديرو؟ عندنا القزبر مرحي ملعقة كبيرة، راس الحانوت هو التابل الأساسي في هذه الوصفة، وعندنا الفلفل العكري الحمر يعني حمرنا لاصوص ما شاء الله. كمية تاع الملح ملعقة تاع السمن توجور حاضر في الأطباق التقليدية، وعندنا ملعقة تاع طماطم مصبرة. هادو هما المقادير. راح تجيبوا لين تاعكم اللي تطلعوا فيه التتبيلة. أول حاجة راح نحطوا البصلة والثوم كيما راكم تشوفوا هنا الحال، ونضيفوا لها هذيك الطماطم المصبرة، يعني هاي ليك الكمية هنا وقدامكم. واش راح نديرو؟ نخلطوا هاد المكونات هما الاولانيين باش تبان لكم الطريقة. راح نجو نحطوا التوابل. اول حاجة راح نحطوا الفلفل العكري كيما راكم تشوفوا هنا، راح نحطوا راس الحانوت تاعنا يعني مدبنا ما شاء الله، والقزبر مرحي، ونزيدو نضيفو الملح. ما ننساوش الملح كمية تكون مليحة باش لاصوص تاعنا تجينا بنينة ما شاء الله. نجيبو هذيك الملعقة تاع السمن نحطوها هنا قدامكم الحباب، ونزيدو شويه تاع الزيت. دوكا هنا واش راح نديرو؟ نميلونجيوهم خفيف ظريف. والتتبيله تاعنا راها واش راح نديرو؟ راح نجيبو هذوك الطريفات تاع اللحم نحطو هنا الطرف الاولاني، ونزيدو نحطو الطرف الثاني. بالنسبه لهذوك الريسان تاع الحار راح نقسموهم هنا، نقيوهم ماكسيموم من هذيك السريعه يعني باش ما طيحناش كامل في لاصوص. ندخلو هذوك الطرف مليح، يعني نغطوهم مليح بلاصوص هكذا الحباب. ودوك بالنسبه لهذا اللحم قد ما تخلوه يروبوزي قد ما راح يعطي لكم بنه ما شاء الله. بعد ما نخلوه يعني يروبوزي دوكا واش راح نديرو؟ نجيبو المرميطه تاعنا ولا القدر اللي راح نطيبو فيه. انا مرميطه كبيره ما عنديش، من المستحسن حاجه تكون واسعه راح نطيبو هنا في القدره. واش راح نديرو؟ نبداو نحو الطرف الاولاني. شوفوا نحو الطرف الاولاني يعني ما شاء الله، ونزيدو الطرف الثاني مع هذاك الرويس تاع الحر، ونرمو كامل الدرسه المتبقيه. بعد ما هبطنا اللحم الدرسه تاعنا دوكا واش راح نديرو؟ اول حاجه الماء اللي راح نمرقو به نعمروه في كسرونه ونخلوه يسخن ابيان. ثاني حاجه واش راح نديرو؟ نغطيو عليها، نشعلوا عليها النار تكون متوسطه، ونخلوه يتكتك يعني بيان حتى هذاك البصل يعني يطيح تشموا الريحه. ما تمرقوش والبصل والطماطيش مازالهم اخضر. نضربوا طلع على لاصوص تاعنا يعني بسم الله ما شاء الله الريحه راها تعبق. هنا بعد ما خليناها تتحمس شوفوا لاصوص تاعنا كيفاش هبطت، يعني خلوها تتحمس بيان. هاو اللحم هنا ديجا بدا يبان. شوفوا لاصوص كيفاش راها يعني بالطبع. الماء هذاك اللي خليناه يغلي يعني باش نمرقوا به الحباب، ونطلعوا لاصوص على بركه الله. نزيدو نجيبو هذيك الكميه تاع الحميصه. يعني بالنسبه للمرق ما تخافوش مرقوا مليح باش اللحم تاعنا يطيب بيان. من بعد عاد ما نفتحوا عليها في لاكوكوت الا لقينا الماء كتر يعني راح نزيدو نخلوها تنشف. الا لقيناه ناقص نزيدو لها شويه تاع الماء. نجيبو الغطاء تاع لاكوكوت نحسبوا لها 45 دقيقه. 40 دقيقه نحيت لها الغطاء تاع لاكوكوت وعاود شعلت لها خفوفي. شوفونا لاصوص تاعنا يعني تلقاو اللحم دخلو طياب ما شاء الله. دوكا هنا واش راح نديرو؟ نحكمو حبه بطاطا نقشروها نقطعوها غير على بعض يعني تعكر لكم تعقد لاصوص. والبطاطا مليحه تزيدو تشبحوا بها ما شاء الله. عندنا هنا غير 4 طرف نحطوهم هنا الحباب خفوفين تحريكه خفيفه ظريفه. نزيدو نحسبوا لهم ربع ساعه 15 دقيقه. نجو نحضروا الشخشوخه تاعنا. بالنسبه للشخشوخه ما درتها لكمش سامحوني الله غالب ما كاش الوقت. المهم قلنا الشخشوخه من عند الجاره ولاصوص من عند خوكم دحمن. تحيه كبيره للجاره تاعنا ان شاء الله ربي يوفقها. ديديكاس من عند خوها
دحمانوس هكذا باش تمونتيفا ان شاء الله ربي يوفق كامل اللي راهم يخدموا الحرف هذوما ويتعبوا على بالكم حاجه ما تجي بالسهل. نفتحوا هنا العلبه الاولى كما راكم تشوفوا الحباب، ونزيدوا نفتحوا العلبه الثانيه، يعني راها تبان ما شاء الله رقيقه وشفافه. شوفوا كيفاش تجي يعني ما شاء الله. نفتحوها هكذا كامل الشخشوخه تاعنا يعني راها ما شاء الله. دوكا واش راح نديروا القدر تاعنا كي العاده والعويد يسخن نضربوها تفويره خفيفه، يعني راها طيبه ما شاء الله. توجور هنا في الكسكاس تاعنا يعني نعمروها كامل بعد ما يغلي الماء مليح في القدر تاعنا نضربوها تفور خفيف ظريف. الورق تاعنا راهم واجدين ونجو نشوفوهم على بركه الله. بعد ما خدات تفويره خفيفه ظريفه يعني شوف راها ما شاء الله. نحطوها هنا في الجفنه تاعنا، شوف كيفاش تجي ما شاء الله. بعد ما وجدت الشخشوخه تاعنا لاصوص تاعنا واجده، دوكا هنا واش راح نديرو نخلوها ترتاح شويه ونجو نديرو الدريساج تاع الصحن العائلي. حاجه راح نبداو نعمرو هكذا الفتات، نحطو شويه ونجيبو المرق تاعنا هكذا باش الفتات يتقيس كامل. نحطو المرق تاعنا، شوفوا المرق تاعنا يعني كيفاش يجي ثقيل ما شاء الله ما يجيش خفوفي هكذا الحباب. بعد ما نحطو الطبقه الاولى راح نزيدو نحطو هنا الطبقة الثانية، يعني حتى نعمرو الصحن تاعنا يكون كامل ما شاء الله هكذا بنفس الطريقة. ولاصوص تاعنا حاضرة شوف كيفاش تجي ما شاء الله. في الاخير راح نحطو هذوك الطراف تاع اللحم، نحطو الطرف الاولاني هنا توجور هكذا في الوسط باش يعطونا تشكيلة تكون شابة ما شاء الله. نزيدو نجيبو هذوك الحبيبات تاع البطاطا يعني بعد ما طابو ما شاء الله نشبحو فيهم، وانتوما لكم الاختيار. هكذا نزيدو نحطو هذه الحبه الثانيه والطبق تاعنا راه واجد. كما راكم تشوفوا خاوتي خياتي العزاز هنا وصلنا للنتيجه النهائيه. الدريساج تاعنا خفيف ظريف. هذه الجهه اللي كنت نحيت لكم منها في بدايه الفيديو، يعني شوفوا الورق تاعنا شحال يجي هايل ومشمخ ما شاء الله. مع هذاك الطرف تاع اللحم يعني قلنا اللحم تاعنا راهو راح يتفتت في الكوكوط. الوصفه هذه بزاف هايله. تاجو لاصوص تاعكم يعني تمرقوا هكذا خفيف ظريف. الشخشوخه هذه تنتكل مشخشخه بلا صوص بنه ما شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وكان خفيف ظريف عليكم. اخوكم دحمانوس ما بقى لي يقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في رواحتكم. السلام الحباب.